السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا اكسكلوسيف وركس. النهاردة عندنا حلقة مختلفة شوية. احنا رايحين عندنا عربية بورش كايمن اس. العربية دي مخبوطة، احنا هناخدها نعمل لها ريبولد أو إعادة بناء. هنعملها إن شاء الله تكون بشكل مظبوط زي ما تكون نفس مواصفات المصنع. فاحنا في الطريق دلوقتي وانا يعني متشوق جدا ومتحمس للموضوع. نوصل ونشوف العربية مع بعض ونشوف ايه الاضرار وايه اللي هنحتاج نعمله في العربية، ويا رب تكون الحلقة تعجبكم. استنوا. العربية البورش اللي رايحين نشوفها النهاردة عاملة حادثة بقالها أكتر من سنتين. أول ما شفتها حسيت إن في بيني وبينها كيمياء، قلت لازم أرجعها للحياة دي. زي ما احنا شايفين الأضرار تقريبا كلها جاية في نظام التعليق. في عندنا اللي هو الباور شافت أو اللي بنسميه عندنا الكوبلنت، وفي عندنا كمان ده الجزء بنسميها السرة أو الهب. دي الفرامل اللي احنا فكينها تمام، ودي البريك الحمد لله سليمة. العربية من تحت مفيش فيها خبطات، بس نلاحظ برضو ان في هنا دراع بتاع شداد ده موجود هنا مكسور، هنحتاج نجيبه. والخطة الخلفية محتاج الاكسدام هنا يتصلح وفانوس. اما بالنسبة للجزء اللي هنا، في هنا حكة بسيطة موجودة من تحت. هنا الحمد لله مفيش اضرار، والجزء بتاع الشاسيه سليم. كل اللي مكسور القاعدة اللي بتركب عليها المبرد، هنحتاج ريزنسير جديد ومبرد جديد. الجزء هنا الحمد لله سليم، محتاجين اكسدام قداماني. تصليح الرفرف. انا مش عايز اقول لكم انا اتصدمت لما شفت صورة حادثة العربية الفعلية. الحادثة كانت حادثة كبيرة لدرجة ان العربية جنحت بره الطريق وخبطت في شجرة على الرصيف. وبرضو هنشوف هنا السكاترا، شايف ان هي فيها اضرار، اللي هي الجزء المسؤول عن الستيرنج بيسموها الستيرنج جير. اتوقع ان دي هتحتاج تصليح او تغيير بالكامل، هيبان لما نشغل العربية. طبعا العربية احنا مش عارفين اذا كانت هي بتشتغل ولا لا، هي العربية جاية ميتة زي ما احنا شايفين. هنحتاج الاول ان احنا نشوف نظام التعليق ونحاول ندورها، نجيب لها بطارية، ان البطارية مش موجودة. نحاول نجيب بطارية ونشوف العربية هتشتغل معانا ولا لا. زي ما احنا شايفين العربية من جوه الاضرار اللي فيها، في الايرباج بتاعة الباب مفتوحة، هنحتاج نغيرها ونعمل ريست للكمبيوتر بتاع الايرباج. زي ما احنا شايفين العربية من جوه حالتها ممتازة، بس محتاجة كار كير او تنظيف بس بشكل انتنسيف شوية. طبعا مفيش بطارية. العربية دي المفروض البطارية بتبقى قدام، في مكانها يبقى هنا. البطارية مش موجودة اصلا، فاحنا مش هنعرف ندور العربية غير لما نجيب بطارية ونشوف. مبدئيا كده احنا هنجيب كل قطع نظام التعليق بالكامل، المقصات اللي هنا والجزء والمساعد،
والناحية التانية نفس الكلام، الناحية الخلفية هنعمل نفس الكلام. هنحتاج ان احنا نغير كل نظام التعليق بالكامل، المقصات بالكامل، والمساعد ممكن يكون مساعد سليم، بس لما نفكه الاول ونشوف ان هو يكون مربوط في الهب هنا بمسامير، هنفكه ونشوف ونجيب لها كوبلين جديد بدل المكسور. A few moments later. الحمد لله لقينا الاكسدام. مالك زعلانه ليه بس؟ هتعضينا ولا ايه؟ خلاص انا اسف. ده الاكسدام تقريبا، هو الاكسدام عاجبها. لقيناه الحمد لله. فاضل الجنوط لقينا فيهم واحد. افتحش انت كده يا احمد. في الكسر ده، والتاني حطه صعب شويه. زي ما احنا شايفين بعد ما فكينا لقينا الهيدر نفسه فيه هنا عوجة، دي هنحتاج نعملها. وفي كمان هنا صوت الشكمان دي معوجة من هنا شوية، وفي كمان هنا هو عوجة كمان هنحتاج نعملها. عشان نقدر نوصل للستيرنج جير لازم نفك الجزء البلاستيك ده. شايفين احمد لازم نفك نص العربية فعلا. في ايه تاني؟ خلاص. طب احنا دلوقتي لو العربيه دي عايزين والله زيت نجيب لها فلترها منين دي؟ فلترها؟ لا فلترها هنضفه بشويه بنزين. فلترها فين؟ تعطره من شويه. رحلة البحث عن الفلتر نبقى نشوفه بعدين. لا سلاتر من يا عم. لقينا الفلتر ده يا جماعه، الفلتر بتاع الزيت بتاع العربيه دي. اطرب من شويه. شد يا باشا لورا، شد لورا، رجع لقدام. في حاجه لسه لا دي يا نهار اسود يا جدعان. في لا هي اكيد بتشد كده. لا في حاجه. هنا دي لورا، دي بترجع لورا مش تطلع لقدام. هنفك الفرش كله اللي ورا. اللي ورا ما فك الفرش كله اللي ورا. لا طب استنى مش لازم تفك لورا. استنى. دخلت ناحيه ثانيه. ايوه، بحيث ان هي ايه ترجع لورا. ايوه كمان سنه صغيره. ايوه بس كسرتش يا عم، ما اتكسرتش. طب وبعدين؟ شد بقى البر. ما شدش. لا شد كده. في مسامير من ورا. فك كمل فك. نهار بنهزر يا نهار بس هم فك العشرة دول كده احمد، يمكن ربنا يسترها. 8 4. لا بس كويس يعني، هي من تحت الحمد لله سليمه يعني زي ما احنا شايفين. ازيك يا حبيبي؟ عملت ايه النهارده؟ عملنا العكوز. اسمها الكبالن. الكبالن. اهلا بيكم النهارده. عم سهاله واحده مش واخدين بالنا. نركب الجزء اليمين من نظام التعليق والسكاترا او الستيرنج جير. احنا شايفين خلاص احنا جبنا واحده جديده مكان اللي كانت مكسوره وركبناها.
وده الهوب. طبعا زي ما احنا شايفين العربيه كلها بقالها فتره طويله واقفه، ففي طبقه صدى. طبعا ده هيكون مجروح بعد كده. النظام ده بالكامل تمام. لسه الجزء اللي ورا احنا جبنا الكورنر ده اللي كان مكسور، جبنا واحد تاني هنركبه ونبدا نعمل الجزء بتاع التعليق اللي هنا. للاسف لقينا هنا المساعد ده معوج، هو شغال مفيش فيه مشكله، بس احنا هنعدله علشان ما يخليش العجله تبقى معوجه في ظبط الزمن. وده فلتر الزيت بتاع العربية البورش، وده اويل سيل، ودي برضو سيل المسمار بتاع طبة الزيت. وللأسف الأسعار خزعبلية زي ما احنا شايفين. فلتر الزيت تقريبا ب2000 جنيه. وبعد مجهود كبير الحمد لله العربية عرفنا ننزلها على الأرض زي ما احنا شايفين. احنا لسه مظبطناش يعني، مبدئيا كده العربية شغالة. وهنجرب لأول مرة نشغلها. كل حاجة شغالة بشكل تمام الحمد لله. Tomorrow. زي ما احنا شايفين احنا الجزء ده محتاجين فيه شد وسحب، لان الخبطة كانت موجودة من هنا، فاحنا محتاجين الجزء ده زي ما احنا شايفين فيه العوجة اللي احنا شايفينها دي مش طبيعية، المفروض ده يتسحب شوية. فاحنا هنروح دلوقتي للبادي شوب او السمكري عشان يشوف هيقدر يعمل لنا ايه. دلوقتي احنا رايحين للبادي شوب. عربية بشكل عام طبعا الصوت عالي جدا لان المكنه زي ما احنا شايفين مكشوفه لسه مش متغطيه، وفي عندنا مشكله في الباور شافت او الكوبلن اليمين ده هنحتاج نغيره. للاسف يا فرحه ما تمت، العربيه رفضت تكمل المشوار. الباور شافت طلع من مكانه، وبكده قوه الموتور ما عادش بتطلع على العجل، والعربيه وقفت في مكانها، واضطريت اجيب لها زي ما انتم شايفين ونش عشان اشيلها للورشه ونكمل الشغل فيها. استنونا في الحلقة الجاية عن تفاصيل جديدة عن العربية البورش اللي معانا النهاردة، وازاي قدرنا نصلحها ونرجعها تشتغل زي ما تكون طالعة من المصنع امبارح. اشتركوا في القناة بالضغط على زر سبسكرايب عشان يوصلكم اشعار بالحلقات الجديدة اول باول، وتابعونا على حساباتنا في الفيسبوك والانستجرام. استنونا في الحلقة الجديدة. مع السلامة.